حياكم الله اخواني جميعا من ماليزيا الجميله ومن جزيره لانكاوي الاجمل. نلتقي بالاخ رائد من العراق، حاله تشافي جديده بفضل الله سبحانه وتعالى باستخدام منتجات شركه ديكسن العالميه. تفضل اخ رائد يبين لنا حاله تشافي كيف تمت. حياك الله اخ رائد. حياك الله استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله شرق النجاح. الحقيقه انقل لكم تجربتي مع منتجات ديكسن. الحمد لله اخواني، انا تجربتي مع منتجات ديكسن كنت اعاني من امراض مزمنه لمده 10 سنوات. من 2007 بدا معي المرض الضغط، ارتفاع ضغط الدم، ثم بعد ذلك اصبح عندي داء الشقيقه، ثم بعد ذلك السكر، داء السكري، وكذلك عندي التهاب الكليتين والجيوب الانفيه. طبعا حقيقه بعد رحيلي الى كندا وعرض على الاطباء المختصين اكتشفوا انه الامراض مزمنه جدا وحالتي لابد ان تحال الى الرعايه الخاصه. والحمد لله بعد ذلك عرض لي احد الاخوه قادر ابو يعقوب، والحمد لله المنتجات حقيقه في بدايه الامر ما كنت متوقع تكون بهالدقه والحمد لله اخذت الخماسي من ديكسن اللي هو الاسبرلينا والمورنزي، وكذلك عرف الاسد والكورديسبس والفطر الريشي عفوا. الحمد لله استمريت عليه لمده سنه كامله، طبعا ما انقطعت عنها يوم، مستمر عليها بفضل الله عز وجل وما زلت. وجدت التغيير العجيب سبحان الله. فهي يا اخواني يعني هي طبعا ليست ادويه، هي غذاء كامل. فبدا النشاط يتحول عندي، بدات الخلايا تبني من جديد، الامراض تذهب عندي. كنت استخدم العلاج، الاطباء كانوا يعطوني حقيقه دليازيما بال90، يعرفون اصحاب امراض الضغط. كذلك كان عندي يعني انتبايوتيك كل اسبوعين في كندا يعطوني مضاد حيوي بشكل مكثف، يعني حتى الاطباء حقيقه تفاجئوا من الحاله. لكن الحمد لله بعد السنه وجدوا الفرق الكبير، توقف الدواء العلاج الكيميائي عندي، والان الحمد لله نعم بصحه جيده، حاله تشافي يعني اشوف نفسي انه تحسنت تقريبا 80 الى 90%. الحمد لله رب العالمين. هذا يعني بفضل الله عز وجل، ثم المنتجات ديكسن الطبيعيه. فادعو الله من خلال هذا المقطع انه جميع من يرى هذا المقطع انه ينصح الاخرين باستخدام هذه المنتجات الطبيعيه لما فيها من الخير الكبير للناس عامه. ونسال الله التيسير والتوفيق للجميع ان شاء الله. بارك الله بك استاذ رائد، الله سبحانه وتعالى يتم عليك بالشفاء العاجل ان شاء الله. نراك في محافل كثيره من ديكسن، وانت ان شاء الله في بدايه الطريق الصحيح لديكسن. تنصح الاعضاء بهذه الشركه من حيث المنتجات، من حيث الخطه الماليه، من حيث حساب الشركه؟ الحقيقه استاذ والله هي ديكسن ليس فقط يعني الحمد لله احنا شفنا للصحه، ثم ايضا فيها الحمد لله الجوانب الاخرى، الجانب المالي، جانب العلاقات الاجتماعيه، كذلك جانب الترحال، السفر والترحال. اليوم احنا في جزيره لانكاوي اللي هي في ماليزيا، ما شاء الله من اروع جزر العالم. طبعا الحقيقه ما كانت في الحسبان ولا في المخيله، والحمد لله رب العالمين. من المرض الى الصحه، ومن الفقر الى الغنى، ومن يعني الحمد لله من مثل ما تقول الجلوس في البيت الى العلاقات الاجتماعيه والانفتاح على الناس. هذا شيء الحمد لله محتاجين. احنا مجتمعاتنا حقيقه مجتمعات اجتماعيه طيبه، وكذلك لابد ننشر الخير، بما انه وصلت الفكره ان لازم ننشر الخير لجميع الناس في مشارق الارض ومغاربها. يعني انا في كندا حقيقه واجبي انه اوصل الفكره لجميع الناس في كندا وفي غيرها. كذلك استاذ حسام، استاذ لؤي، استاذ محمد، ابو عيسى، الجميع والله يعني. فلا تتاخرون عن هذه الفرصه. ديكسن فرصه حقيقيه وجدنا فيها الكثير، وهي الرحله الاولى لي مع ديكسن، وانصح جميع الاخوه بالمشاركه في ديكسن واستخدام المنتج طبعا شخصيا، لان التجربه هي خير برهان. اذا جربت المنتج من تتكلم بقناعه مع الناس. حقيقه يا اخوه القناعه تاتي من داخلك، يعني مو مجرد انه تسمع من فلان، لا انت تجرب المنتج وشوف سبحان الله شلون راح يكون تاثير. واسال الله التوفيق للجميع ان شاء الله. بارك الله بك استاذ رائد، الله سبحانه وتعالى. حياك الله ابو سليمان، نشكرك. السلام عليكم. انا اشكركم جدا.